يسعد لي مساكن واهلا وسهلا فيكن. وصفتنا اليوم رح نعمل جاتو، طبعا جاتو اسفنجي. عندي هدول البيض، طبعا ننقي الوسط. عندنا قالب كبير، حطيته 11 بيضة. هلا رح احط السكر معه واخفقه مع بعض. بهذا فنجان قهوة رح احط 6 فناجين لانه كبارني ما بدي يكون حلو كتير ولا ناقص حلا. 2 هاي 6 يكفي احسن من اللي يصير. وهذا سكر حبيبات عادي. وين هلا رح نخفقه شغله ربع ساعه. عندي بشرة الليمون رح احط بشرته 2 مشان الله يمرمر. بدي احط بس وحده تصير نكهته طيبه. هلا تحط الفانيل. هلا رح احط الفانيل معلقة صغيرة، معلقة مليانة، معلقة شاي، معلقة وشوي تكون نكهته طيبة الفانيل. عندي هذا اللبنة فيني احط فنجان قهوة عربية. لبن اللي هي مي سميكة كتير، نحن عنا يمشي حالة، يعطيه بياض وطراوة للجاتو. طبعا الجاتو ربع ساعة خفقتوه. هلا راح احط زيت مازولا كمان فنجان قهوة، فنجان قهوة عربية. هلا راح نخلطهم مع بعض ونضيف الطحين والبيكنج باودر. طبعا انا هون نخلت الطحين. راح احط هو 11 بيضة، ما راح احط 11 طحين، راح احطه هيك مسح. راح احط اقل، راح احط 9 وراح نشوف حسب الطحين كمان. دائما احط 9. هلا راح نشوف تدريجيا. راح اضيف هذا البيكنج باودر. راح احط معلقتين وشوي قد زرف بيكنج باودر. حطيته 9 فناجين بهالفناجين القهوة العربية طحين. نخلتوه وحطيته 9 من ل 11 بيضة. هلا راح نخلطهم مع بعض. عندي هذا قالب الكبير دهنتوه سمنة زبدة اللي هي، ورشيتوا له رشة طحين مشان لا يعلق. هلا راح نفضيه. عندي هدول الفقاعات لازم هيك كم ضربة ونحطه بالفرن على 175 بالنص. هي كانت وصفتنا اليوم، الجاتو الاسفنجي. كتير لين من 11 بيضة، بس هو الطحين شوي ما مو كتير نفش. دائما ينفش ويطوف من القالب كمان. ان شاء الله ثاني مرة اسويه واعيد الكلمة وحتى تشوفوه، بس طريقته كتير كويسة وتجنن. ان شاء الله ينال اعجابكم. لا تنسوني باللايك والشير، تقولوا تعليقاتكم. نلتقي فيديو جاي وباي باي.